السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيلمنا بيبدأ مع واحد من العمال وهو بينقب عن الذهب، بس فجأة وهو بيحفر بتبتدي الحفرة اللي بيحفر فيها بتنهار. بتحصل هزة غريبة في الكهف اللي موجود فيه، بس فجأة بتبدأ الحفرة دي تتحول لنار من الجحيم. لما بيقرب ليها ايده من بعيد ايديه ما بتقدرش تتحمل النار، بتولع على طول. بس للأسف لما بيركز نظره فيها بيخرج منها كائن غريب بيدخل جواه. بتظهر على صدره علامة غريبة من نار الجحيم، وبيبدأ إنه يسيطر على جسمه وكل أفعاله. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول. وبنبدأ الفيلم مع مأمور المدينة اللي بيستقبل بنته في محطة القطار، وكانت ما بينهم علاقة حب كبيرة جدا، إن هو بالنسبة لها الأب والأم. وكان ساعتها جاية هي وخطيبها عشان يعملوا حفل جوازهم مع والدها. وللأسف كان والدها شايف إن خطيبها أنجس ما يستاهلهاش، لأن من نظرته الأولى ليه شايف إنه ما يقدرش يحميها. بس ساعتها بنته بتقدر تقنعه انها واخداه مش حارس شخصي، بس واخداه زوج. بتأكد له انها اكيد هتكون سعيدة معاه. بس ساعتها بتهجم عصابة غريبة على المحطة. العصابة دي بتكون من عيلة صامويل. بيبدأ رئيس الشرطة انه يخبي بنته شارلوت في الأوضة، بيطلب منها انها ما تفتحش الباب لأي حد. أول لما جه يخرج بتطلب منه انه يدافع عن أنجس خطيبها. بيبان وقتها ان كل افراد العصابة مطلوبين للعدالة. بيبدأ ساعتها انه يواجههم ويضرب عليهم النار، وللأسف لما بيصيبهم كذا مرة بالرصاص بتاعه بيسيبهم الرصاص فعلا، بس ما بيموتوش ولا بيقعوا حتى على الأرض. للأسف بيطلع واحد من أفراد العصابة اللي كان مستخبي القطر ويقتل الضابط بسرعة. أول لما بيفوق بيلاقي نفسه موجود في مكان غريب. تستقبله واحدة بتقوله إن السرعة اللي جيت بيها جنونية. بيتفاجئ ساعتها أول لما بتقوله إنك ميت. أول حاجة بتيجي على باله بنته شارلوت، اتأكد منها إنها لسه عايشة مش ميتة. ينصدم كمان لما بتقوله إنك بقالك ميت بقالك 3 أيام، ودي الفترة اللي خدها عشان يوافقوا إن روحه تيجي المكان ده ريست إن بيس. إنه موجود هنا في شرطة تحقيق العدالة ضد دايدوس، وهي الأرواح اللي هربت منهم وبتدمر في الأرض. وظيفته إنه يجيب الأرواح دي عشان يرسلوهم للجحيم. والأرواح دي بتمتلك جسم الإنسان وبتسيطر عليه. يتسمى ساعتها ديدو. بتبتدي بعدها إنها تاخده قسم الأسلحة عشان يختار السلاح بتاعه. فعلا بيختار المسدس اللي كان دايما متعود إنه يشيله. لما بيرجع يوريها المسدس بتاعه الأساسي تقول له إن ده ملوش قيمة قدام أرواح دايدوس، اللي ضربتهم بيه أكنها لسعة أفعى، بس مش هيقضي عليهم والمسدس ده هيقوم بالغرض. أول لما بيعرف إنه هيرجع مرة تانية لكوكب الأرض يكون مبسوط جدا وبيقول لها أنا معاكي، وده طبعا عشان هيرجع ينتقم من اللي قتله. أول لما بيوافق على العهد اللي ما بينهم تظهر على كتفه علامة غريبة من النار، وهي علامة مركز ريست إن بيس، وتدخله بعدها لصندوق غريب عشان توديه للأرض. ساعتها بينزل في حمام عمومي موجود في الأرض، بيتغير كل اللبس اللي كان لابسه. وأول لما بيطلع بيدوس عليه مجموعة من السيران اللي كانت ماشية قدامه. طبعا خبطة زي دي كانت كفيلة إنها تموته، بس ده كان يحصل لو هو ما كانش ميت أساسا، مجرد إنه بيحس بالألم بس. وبيقابل بعدها شريكته في المركز وبتكون جايبة معاها حصان، وبتبلغه إن هي شريكته اسمها جين. يكون ساعتها مستهتر بيها بسبب سنها الصغير. بيقول لها إن هو عنده خبرة عنها ب20 سنة، بس بتفاجئه وبتقوله إنها ميتة قبله ب445 سنة، وهو مجرد إنه ميت بقاله 3 أيام بس. في نفس الوقت بتستمر عصابة صامويل هجوم على كل الأماكن اللي موجودة في المدينة. الغريبة إنهم ما كانوش بيسرقوا فلوس ولا حاجة، بالعكس كانوا بيسرقوا الأشخاص نفسهم. بعدها بيوصل الشرطي للبيت بتاعه واللي كان موجود فيه بنته، عشان هي كانت أول حد حب يطمن عليها. ساعتها كانت لسه حزينة على فراق والدها. ساعتها كان بيجهز نفسه عشان تشوفه، بس فجأة بتشده شريكته جين. كان مصمم برضه إن عايز يشوف بنته، بتحاول إنها تمنعه بأكتر من طريقة. لما بيحاول يدافع عن نفسه بيلاقي إن عنده سرعة رهيبة غير اللي كانت معاه على الأرض. بيحاول ساعتها إنه يهاجم جين بس ما بيقدرش عليها، بتفضل تضربه أكتر من مرة، مش بيلاقي قدامه غير إنه يطلع سلاحه في وشها. ويتفاجئوا ساعتها أول لما بيشوف صورته في الصيف. بعدها بتاخده وبتروح المنطقة اللي مدفون فيها، وساعتها بيشوف انعكاسه في المراية بيلاقي إن نفسه بنت من أصول إفريقية. ده الشكل اللي هيظهر لأي حد اللي يشوفه بيه. ساعتها كان متضايق إن هو مش هيقدر بالشكل ده يشوف بنته ولا تعرفه. ساعتها بتقترح عليه جين إن أي حد هيتعرف عليهم يقولوا لهم إنهم إخوات، إنهم صيادين جواز. وقتها بيكون لسه مش مصدق إن اللي مدفون تحت رجله هو جسمه. بتقوله جين كمان اللي اتبقى من جسمه هو اللي دفنوه، بسبب طريقة موته اللي كانت عنيفة جدا. رغم كل اللي قالتهوله بيصمم انه يقابل بنته ويعرفها عليه، بس بتفاجئه جين وبتقوله انه مش هيقدر يتواصل مع اي حد من احبابه، لانه مجرد لما هيقرب منهم ويبتدي الكلام معاهم مش هيفهموا اي كلمة منه، لان كل الكلام اللي هيخرج من بقه هيكون متلخبط. وقتها بيدخل عليهم صديقه هنري. وقتها بيبتدوا يتصرفوا فعلا انهم بنتين اخوات. بيقول لهم ساعتها ان خطيب بنته تم خطفه، وانهم قدروا انهم يقبضوا على 3 من العصابة بتاعت صامويل، وهما محجوزين دلوقتي في المصرف وهينقلوهم. ساعتها بيفكر الشرطي انهم يعترضوا طريقهم ويقبض هو عليهم، بس بتقوله جين ان دي وظيفة الشرطة الارضية،
وظيفتنا احنا القبض على ارواح ديدوس. بيصمم على ان هو ينقذ جوز بنته. بيعترض افراد العصابة دي. بعدها بيركب حصانه وبيروح لافراد العصابة التلاتة، بس في نفس الوقت بتلحقه جين وبتقف معاه. ساعتها كان افراد العصابة التلاتة بتنقلهم الشرطة في عربية، كانوا رابطين بقهم. استغرب ساعتها انه قبل ما يموت ضرب واحد فيهم بالنار، رغم كده هو ازاي لسه عايش. بيوصلوا ساعتها للنقطة اللي هيعترضوهم فيها. اول لما بيبصوا لهم بيتفاجئوا على العلامة الغريبة اللي موجودة على صدرهم، وعشان كده بيعرفوا انهم من دايدو وانهم ميتين اساسا. وعشان كده بتقول له جين انها مسؤوليتنا القضائية دلوقتي، وبتظهر قدامهم بصورتها الارضية تطلب منهم المساعدة حجة ان اختها تعرضت للاصابة. بس افراد الشرطة بيقولوا لها ان احنا ما عندناش وقت عشان نساعد اي حد، بس هي بتعرض عليهم كيس من الفضة في مقابل انه يساعدوها، وطبعا بتغريهم الفضة وبيوافقوا انهم يروحوا معاه. اتحرك وقتها 2 من افراد الشرطة عشان يشوفوا فعلا اختها انها واقعة. اول لما بيقرب منه بيمسكوا وبيضربوا، وبكده يكونوا اتخلصوا من الشرطيين اللي معاهم، ومش بيتبقى غير اللي موجودين عند العربية اللي حاولوا فعلا انهم يتخلصوا منهم هم كمان. بس فجأة بياخد باله منهم وبيبتدوا بسرعة يتحركوا بالعربية. بس وقتها الشرطي هنوى بيلحقهم وبينط على العربية. اول لما بيشوفوا واحد من الشرطة بيضربوا بالنار، ساعتها بيوقفوا العربية وبينزلوا عشان يتأكدوا انه مات. واول لما بيقرب منه بيتفاجئ انه لسه صاحي، وساعتها ما بيصدقش وبيهرب. ده بسبب ان الرصاص الارضي ما بيأثرش عليهم، وبيكون وقتها بيكسر القفص اللي موجود فيه ال3 لصوص. بيكونوا شايفينه ساعتها مجرد بنت. في الناحية التانية بتحاول جين انها تدور على مفتاح القفص، بس ما بتلاقوهوش وبيقولوا لها انه وقع. وقتها بتفكر جين انها تستخدم الزجاجة اللي معاها ضدهم، لو رشت المادة اللي موجودة فيها عليهم هتسبب لهم الألم الكتير. فعلا اول لما بترش على واحد منهم يبدأ انه يصرخ صرخات شديدة جدا، وبيطلع كائن غريب من الدايرة اللي موجودة على صدره. بيكونوا كل اللي موجودين في حالة ذهول، حتى اللي موجودين معاه في القفص. تقول له جين ان اول ما يخرج من القفص لازم نوقفه. ساعتها روي ما كانش مصدق اللي شايفه. اول لما خرج بيضربه بالمسدس بتاعه فعلا في صدره وبيموت. وتقول له ساعتها جين ان المية المقدسة اللي استخدمتها بتأثر عليهم جدا. بسرعة بتقتل جين الشخص التاني بالسيف بتاعها. مش بيتبقى غير اللص التالت اللي اكتشف ساعتها روي ان هو ده اللي قتله، وبيوريله الصحيفة اللي كان منشور فيها الخبر ده. بس بيأكد له فعلا مش هو اللي قتله، ان هو قرا الخبر زيه، وبيفاجئه لما بيقوله ان دي حد عايز يوقعه. بتفكر جين ساعتها انها تعذبه وبترش عليه المية المقدسة. وقتها بيخرج نفس الكائن من الدايرة، بتقول له ما ترشش عليه اكتر لانه هينفجر. ولما يقرب انه هيتكلم بتقرب منه الصليب فبيسكت. وبيدخل الكائن مرة تانية وبيعترف لهم وبيقول لهم ان في شخص تاني بس مش زينا، اكتر منهم قوة بكتير، هو اللي اجبرهم على اختطاف الناس. بيحبسهم في مكان معين وبيخليهم كويسين، وده بسبب غرض معين في دماغه، والشخص ده كان بيهددهم انه هيقتلهم. تستغرب جين لان الدايدوس ما يقدروش يقتلوا نفسهم، بس بيقول لهم ان هو معاه سلاح نفس السلاح اللي معاكم، وعشان كده بيضطروا ياخدوه ويوريهم المكان. ووقتها بتظهر واحدة من الدايدوس واللي كانت معاها سلاح نفس سلاح منظمة الريست ان بيس. تدخل على قائد الدايدوس بتبلغه ان عيلة صامويل وصلت ليهم اخر 8 اشخاص مش هيشتغلوا لحسابه بعد كده، لانهم مشككين في امره وخايفين من منظمة ريست ان بيس. بيقول لها وقتها ان احنا لازم نفتح البوابة اللي خلال 6 ساعات الجايين، والا هنضطر نستنى ربع قرن تاني. في نفس الوقت بيستمر روي انه يشد دايدو عشان يوريهم المكان. واول لما بيستفز روي بيخرج سلاحه الارضي، يبدا ان يضرب عليه مجموعه من الرصاص اللي طبعا مش بتموته بس بتألمه جامد. وبيوصل ساعتها قائد الدايدوس لواحد من افراد صامويل واللي كان القائد بتاعهم، وبيبلغوا ان دي اخر عمليه ليهم. وساعتها بيبصله بشكل غريب، بيمد ايده جوه الدايره اللي موجوده في صدره، يطلع من جواه شكل غريب موجود جواه، وبيبتدي انه يكلمه وبيقول له فتح عيونك. خرج المسدس اللي معاه وبيقتله بيه. وقتها بيخاف كل الأعضاء اللي موجودين وبينفذوا أوامره، وبيبتدوا إنهم يلبسوا كل البشر اللي موجودين كمامة شكلها غريب. في نفس الوقت بيستمر روي وجين إنهم ياخدوا الأسير اللي موجود معاهم لغاية لما بيوصلوا لقرية صغيرة. أول لما بيدخلوا القرية بيتفاجئوا ب2 بيظهر عليهم علامات التعب الشديدة. باقي القرية بتكون فاضية تماما. ساعتها بيقرروا إنهم يقضوا الليلة دي في الأوتيل. وأول لما بيوصل لهم صاحب الفندق وبيلاقي إنهم من أصول أفريقية بيرفض إنهم يسكنهم في الفندق بتاعه، ويطلبوا منه ساعتها إنه يولع في اليافطة اللي بتقول كده. أول لما بيولع فيها وجين بتشوف النار بتلف وشها وبيبان إنها خايفة منها، وساعتها بيلاحظ روي خوفها ده. ولما بتساعدهم موظفة الفندق بيسألوها ليه أهل القرية كلهم تعبانين، بس ما بتكونش عارفة ترد عليهم، وبتقول لهم إن الموضوع بدأ من شهر. بتقول لهم إن الموضوع ممكن يكون متعلق بالمية، وبعدها بتقرر إنها تسيبهم وتمشي. وساعتها بتقترح جين إن أكيد في ميكروب في الهواء وهو مش بيأثر عليهم لأنهم أموات، أكيد هو جاي من قمة الجبل اللي موجودة هناك. ساعتها بننتقل لمجموعة من الأشخاص اللي كانوا موجودين في الجبل ومحبوسين فيه،
وموجود على بقهم كلهم كمامة. لما بتحاول واحدة انها تقلعها بيمنعها شخص من كده وبيقول لها انك لو شلت القناع هتموتي بسرعة، ولانه شاف الشخص ده وهو بيعمل كده. واول لما بيخلع القناع فعلا ما بيقدرش يتنفس، وساعتها بيكون الاعياء ده وصل لمالك الفندق هو كمان، اللي بيوصل بعدها لقائد الدايدوس وبيقول له انه عمل كل حاجة طلبها منه. في المقابل هو عايز واحدة من الكمامات دي، بس بيقول له ساعتها ان دي للعمال بس. وساعتها بيقرر انه يديله فعلا القناع ويكون واحد من العمال بتوعه، ياخدوه مع باقي البشرية لقمة الجبل. ووقتها روي بيربط الأسير اللي كان معاه في الأوضة، يقول لهم انهم يحاولوا يصدقوه انه مش حابب يكون كده، هو عايز يساعد البشر. يوري له كمان انه قدر يسرق سلاح روي، ورغم كده هو ما ضربهمش، وده دليل كافي انهم لازم يثقوا فيه. بس لما روي كان قرب يصدقه تمنعه جين وبتقول له هو اكيد بيتلاعب بينا وهينتهز اي فرصة عشان يهرب، وبيغطوا بعدها راسه وبيسيبوه. واول لما بيدخلوا الكنيسة اللي في القرية بيلاقيها كلها متكسرة، وقتها بيسمعوا حد بيطلب المساعدة. اول لما بيروح على الصوت بيلاقوه مدير الفندق. لما بيسألوه هو خد فين باقي الاشخاص بيقول لهم اعلى الجبل، وبيعرفوا ساعتها ان سبب الغاز السام اللي موجود في الهواء هو البوابة اللي هيفتحها دايدوس من اعماق الجحيم. اول لما البوابة دي هتتفتح هيخرج منها كل الارواح الملعونة، وهو بيستخدم البشر عشان يحولهم لدايدوس ويساعدوه في عملية الحفر، وده لو تم هيسيطروا على العالم كله. بس وقتها بيخش عليهم مجموعة من الدايدوس وبيضربوهم، بس بيحاول وقتها روي وجين انهم يدافعوا عن نفسهم ويقتلوهم، بس للأسف بيتمكن الدايدوس انهم يقبضوا عليهم. وفي نفس الوقت بتوصل مساعدة الفندق للمدير، بس ما بتلاقوهوش موجود في الأوضة بتاعته، بس بتلاقي موجود في أوضته آلة طباعة. لما بتدخل الأوضة بتاعة روي بتلاقي الأسير اللي سايبينه مربوط، بتحاول ساعتها إنها تفكه وبتقول له إن هو اتظلم، وإن مدير الفندق هو اللي روج لفكرة إن هو اللي قتل روي، بس للأسف بيكون شم كمية كبيرة من الغاز والمرض تملك منها. فبسرعة بيحاول إنه يساعدها أول لما شاف الدم بينزل من مناخيرها، بيقدر إنه يجيب لها قناع عشان تلبسه، وبيديها عدد كبير منه عشان تساعد باقي الناس. يقول لها إن لازم يروح الجبل دلوقتي، وبننتقل بعدها للجبل اللي كان موجود فيه عدد من السجون ومحبوس فيه جين وروي وكمان عدد كتير من البشر. وكان من ضمن الدايدوس دول واحدة من أفراد شرطة ريست إن بيس اللي انشقت عنهم قبل كده، وساعتها بيخش لهم في الزنزانة واحد من البشر واللي بدأ إنه يتقاتل مع الدايدوس، ويظهر ساعتها قوة عالية في إنه يواجههم، بس للأسف بسبب عددهم الكبير يقدروا إنهم يضربوه ويدخلوه تاني السجن. أول لما بيشوفوا روي يكون الشخص ده هو أنجس خطيب بنته، واللي كان شاكك في الأول إنه مش هيقدر يدافع عن بنته، وبيكون مبسوط جدا من الشجاعة اللي شافها قدامه دلوقتي. بعدها بيوصل قائد الدايدوس للحفرة اللي كان عاملها، وبتدق ساعة منتصف الليل. وقتها الحفرة بتبدأ توسع واحدة ورا التانية، بيطلب منهم انهم يجيبوا البشر اللي سجنينهم، وساعتها فعلا بيكون كل البشر وظيفتهم انهم يحفروا البوابة دي. واول لما بيوقفوا حفر بتبتدي البوابة انها توسع لوحدها، بتظهر بوابة الجحيم بشكل كامل اللي بتخرج منها الأرواح الشريرة، وبتبدأ كل روح إنها تخش في كل بشري موجود منهم اللي كانوا واقفين حوالين الحفرة. تبدأ جين إنها تحكي لروي إنها لما كانت لسه عايشة من 400 سنة لقت في دور العبادة الدموع المقدسة، إنها لسه موجودة معاها، ودي الطريقة الوحيدة اللي هيقدروا يقضوا بيها على الحفرة ويقفلوها. وقتها بيدخل عليهم الأسير اللي كان حابسينه في الأوضة، بياخد المسدس بتاعهم وبينشن عليهم، بس بالعكس بيبتدي يضرب الحرس اللي كانوا موجودين على البوابة، وبينجح إنه يهربهم في مقابل إنهم يثقوا فيه. بيحاول ساعتها أنجس إنه يهرب من الأرواح دي، وبيكتشف إن أي حد بيبص ليهم هم اللي بيقدروا يسيطروا عليهم وبيخشوا جواهم. ساعتها بتقول جين لروي إن سبب خوفها من النار إن ده سبب موتها، إنها ما بتقدرش من ساعتها تقرب للنار، وبكده هيكون روي الشخص الوحيد اللي هيقدر يرمي الدموع بداخل الحفرة. بيحاول أنجس إنه ينقذ الناس، يطلب منهم إنهم ما يفتحوش عينيهم قدام الأرواح. بيبتدي روي إنه يواجه الأعداد الكبيرة من الدايدو اللي موجودين في المكان. في نفس الوقت أنجس بيحاول يخلص الأشخاص اللي لسه متحولوش من المكان، وللأسف أول لما بتقرب جين من الحفرة بترجع تفتكر موتها ويوم حرقها، بس بتتغلب على الخوف ده وتاخد الدموع من عينيها وتوقعها جوه الحفرة، اللي بسرعة بتبتدي تشفط كل الأرواح الشريرة اللي سحبتها تاني وبتسحبها جواها عشان تقفل. وفعلا بينجحوا إنهم يدخلوا الأرواح مرة تانية وتقفل الحفرة، بس ساعتها بيظهر قائد الدايدوس اللي لسه ما ماتش، وبيبدأ وقتها انه يتحول لكائن شرطاني كبير. بيقول لهم وقتها انه ما كانش لازم يوقفوه، وساعتها بيبدأ انه يتخلص منهم، والحل الوحيد انهم يقتلوه الدموع اللي كانت مع جين، وللأسف هي خلصتها كلها في الحفرة. وبيمسك روي سلاح من الأسلحة اللي كانت موجودة وبيبتدي يحاول يصوب عليه، بس في كل مرة بتيجي الرصاصة في روح من الأرواح اللي موجودة حواليه. في الوقت نفسه بتحاول جين انها توصل للسيف بتاعها، وبتبدأ الأرواح اللي حواليه إنها تسيطر على روي، للأسف بتسيطر كمان على جين. وأول لما بتخرج الصليب اللي معاها بتبتدي الأرواح إنها تخاف وبتسيبهم فورا، بس بيرجع الكيان الشيطاني نفسه إنه يمسك جين ويحاول إنه يقتلها، بس روي بياخد باله إن إزازة الدموع اللي كانت مع جين لسه موجودة،
وبيكون موجود فيها آخر قطرة اللي بيفضيها في رصاص المسدس. بيخرج ساعتها للكيان ده وبيصوب الرصاصة ناحيته اللي فعلا بتصيبه وتكون دي سبب دماره. بيقدروا ساعتها انهم ينقذوا كل الكائنات البشرية اللي موجودة في القرية اللي بيرجعوا ليها مرة تانية. بيبان وقتها اللي قتل روي ساعتها هو مدير الفندق، لانه كان شاكك ان من احد افراد عصابة صامويل، عشان كده حاول يلبس له هو التهمة. بعدها بيروح عشان يحضر زواج بنته شارلوت وبيقابلها، بس بيكون في شخصية البنت الافريقية، وبيحاول يودعها ساعتها رغم انها مش عارفة شكله، لكن وصلها نفس الاحساس اللي كان جواه. بعدها بيفتكر روي انه بالشكل ده مش هيرجع للخدمة مرة تانية. تقول له جين ان عشان تنهي عقدك قدامك لسه 100 سنة. بعدها بتيجي نفس مجموعة السيران مرة تانية وبتدوس عليه. وبس كده يا سيدي، دمتم في امان الله. كل اللي وصل للاخر انتوا احلى واجدع ناس.